جاي من قبل صلاة العصر، يعني جاي أصلي في المحطة. تقولوا لي ليش يا عمدة سلامات؟ أقول لكم شوف، ها وقفت سيارتي وقفتها قدام المحل هذا، وجاي أصلي أهو هناك في المسجد حق المحطة، بس جاي بدري بدري. تقولوا لي ليش؟ أحكيكم بعد الصلاة. السلام عليكم. وشوفوا، مو قلت لكم أنا جاي من قبل صلاة العصر بدأت السيارات تتوافد على المكان ده. المكان هذا ليه نجاحه وليه بصمته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المكان ما يفتح الصبح، يفتح فقط متى؟ بعد العصر. لأنك إذا تبغى محل تكييف في له رجل مخلص وفي له رجل أمين، تيجي محل التونسي في المحطة هذه. حقول لكم اسمها، ما شفت ايش اسمها، وما شاء الله تبارك هواه. تلاقي الزحام بعد العصر، لازم تيجي تصلي عنده عشان تلحق انك تكون من الاوائل اللي يخلص لك زيارتك وتمشي. حقول لكم قصة حصلت بعد قبل 15 سنة مع هذا الرجل، بس هو إلى الآن ما جاء، لأنه هو يجي الساعة 5 استشاري تونسي صاحب شو اسمه المركز، يجي الساعة 5. طبعا ما لقيت الوالد، الله يستر عليه. نحن نعرف مركز التونسي، بس الوالد ايش اسمه؟ عبد الوهاب التونسي. ايوه تاج راسي. لقينا ما شاء الله ابنه الاستاذ المهندس هيثم التونسي. وخساره كنا بنكمل لكم القصه، ان شاء الله نيجي نلتقي به لعله يدينا قصه نجاحه والثقه اللي موجوده من المدينه المنوره، انه كلهم يجوا له هنا من جميع. بقول لكم واحد ارسل في الجروبات كلها، قالوا له 5 من ال6 جروبات قالوا له روح على هذا اللي هو الاستاذ جزاه الله خير، بيقول لي قصته هذه. الاستاذ المؤذن كان بيقول قصته هذه. الله يسعد الدنيا واخره، جزاكم الله خير وشرف لنا تواضع. الله يسعدكم دنيا واخره. السلام عليكم. طبعا هذا طريق قربان، لما تيجي من هناك من قربان وهنا قبة، وهذا الجسر اللي يجيك وتيجي طالع هنا نقول بئر عهن او بئر اليسيره، اللي كان اسمه بئر العصيره والرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه. وهذه محطه الرشودي، هذا المحل. وبدت الزحمه يقولوا بعد كده حتلاقي على المغرب ما حتلاقي لك مكان. حقول لكم القصه وانا ماشي معاكم على البيت، اقول لكم القصه اللي حصلت معايا مع هذا المحل، وليش انا لما تخرب سيارتي ما اصلحها الا في هذا المحل. وانصح اهل المدينه يجوا هنا لانهم ناس ثقه. يوم من الايام جيت اصلح السياره حقتي، وقلت ابغالي مهندس. قال لي زميل لي روح للتونسي، كان في العوالي اول، دحين في اخر قربان. قلت اوديها المحطه اللي جنبنا، في واحد كمان مهندس يلا من احد الدول العربيه. قال لي يا شيخ هذاك مواطن وشاب، يعني تعرف الشاب السعودي اذا بيشتغل من قلب. قلت يا شيخ خلينا اوديها عنده. وديتها، طل يمين في شمال، قلب السياره، قال لي اقول لك هذه 400 ريال قطعها مع التصليح. يا شيخ بدل غير، قال لي كده. نفسي قلت اكلتني، شوف نفسي اكلتني. هذه كلمه حلوه. المهم روحت عند التونسي. لما وقفت عنده بعد 4 سيارات قدامي، قلب في السياره كده، طل فيها. اكمل لك. المهم قلب في السياره جزاه الله خير الباشمهندس، وقاس الفريون ورجع تخرج لي، رجع ركبه. قال لي اتوكل على الله. قلت له ايش اتوكل على الله؟ الرجال قال لي ب 400 ريال يصلحها. قال لي شوف التكييف بارد. قلت له ايه يا شيخ خلينا نكرمك. قالت بتكرمني؟ شغل السلف حقك وتوكل على الله. والله شغلت السلف وتوكلت على الله. بس كمان انا كانت ال 400 في جيبي، اقسم بالله. روحت محل جنبه حق شو اسمه تحف وما تحف، عبيت تحف ب 400 ريال، شلتها في السياره حقتي ورحت حطيتها في المحل حقه. قلت له جزاك الله خير، ترى هذه هديه والرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد هديه. قال طل كذا فيه، قال لي جزاك الله خير. ما راح حط ابدا، ولا حس يعني ما حسسني انه يعني بيسوي شيء من جد مع الله. عمل بتعامل، ورك از ورك مع الله.